معركة حقيقية تنتظر نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 بين منتخب إسبانيا وفرنسا في اللقاء الذي سيقام يوم الثلاثاء القادم. ويلعب منتخب إسبانيا مع فرنسا على ملعب أليانز أرينا ضمن مباريات نصف نهائي بطولة يورو 2024، وفي نصف النهائي الآخر يلتقي منتخب إنجلترا مع هولندا. نتائج المنتخبين في يورو: منتخب فرنسا احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط بعد فوز وتعادلين، وفي دور ال16 نجحت الديوك الفرنسية من تحقيق الفوز أمام منتخب بلجيكا بهدف دون رد. أما في ربع النهائي انتصر رفاق كيليان إمبابي على البرتغال بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح. منتخب إسبانيا احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، وفي ثمن النهائي انتصر على جورجيا بنتيجة 4-1، وفي ربع النهائي فاز لاروخا على ألمانيا بنتيجة 2-1. فإن منتخب فرنسا لعب مع إسبانيا قبل معركة نصف النهائي 36 مباراة من قبل بشكل عام وفي كل المسابقات. انتصر منتخب إسبانيا في 16 مباراة، وفيما فاز منتخب فرنسا في 13 لقاء، وحسمت نتيجة التعادل 7 لقاءات. إسبانيا تبحث فك العقدة وتضمن هذه الإحصائية نتائج المباريات الرسمية والودية، ولكن إذا نظرت لنتائج المباريات الرسمية فقط، بالتأكيد ستتغير نظرتك تجاه المنتخب الفرنسي. ففي المباريات الرسمية التقى منتخبي فرنسا وإسبانيا 10 مرات فقط، ما بين بطولة أوروبا أو تصفيات المسابقة الأوروبية، أو حتى التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم أو المونديال نفسه. وهنا الكفة تميل إلى المنتخب الفرنسي الذي انتصر في المباريات الرسمية 6 مرات، في حين فاز المنتخب الإسباني مباراتين فقط، وتعادل في لقاءين أيضا. وبالتالي فهناك أفضلية لمنتخب فرنسا على إسبانيا قبل معركة قبل نهائي كأس الأمم الأوروبية.